السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في فيديو جديد. كلنا بنتابع وتابعنا التصريحات والقرارات الخاصة بالصف الثالث الثانوي بخصوص الامتحانات التي ستقام في موعدها كما قال دكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم. طبعا ده أدى إلى تقريبا حدوث زوبعة كبيرة جدا، رأي غضب كبير جدا، انتشار رأي كبير جدا بإقالة الدكتور طارق شوقي. وده ظهر على تويتر زي ما انتم شايفين حاليا أكتر من 270 ألف تغريدة بتطالب بإقالة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم لأنه مش قد المسؤولية. أنا عايز أقول حاجة بس، أو عايز أوضح وجهة نظر. الطلبة متخوفة لأن مستشفيات التعقيم نفسها وأطباء ودكاترة التعقيم نفسهم بيصابوا بالمرض. يعني الدكاترة المتخصصين بأنهم يعقموا اللجان أو يعقموا المستشفيات أو يعقموا أي مكان بيجي لهم المرض، ما بالك بقى بالطلاب اللي هتروح المدارس وتمتحن. الطلبة مش بتتلكع أو مش عايزة تتعلم، لا بالعكس والله أنا أعرف كل الطلاب أو عارف كل طلاب الثانوية العامة عايزين يخلصوا ويخشوا الامتحانات عشان تبقى خطوة في حياتهم، وقت النتيجة يجيبوا المجموع اللي هم حابينه وهم بيحلموا بيه ويخشوا الكلية المحترمة اللي هم عايزينها. مش عشان هم فشلة، ومش عشان هم مش عايزين، ومش عشان هم فشلة ومش عايزين يتعلموا والكلام ده كله وزعزعة النظام التعليمي. مفيش الكلام ده. الطلبة خايفة تنزل يحصل لهم حاجة، أهاليهم خايفة تنزلهم يحصل لهم حاجة. ولو جم من المدرسة لا قدر الله محملين بأي نوع من أنواع الفيروسات أو أي نوع من أنواع المرض والأعراض، مش هيبقى هو بس اللي مصاب، هينقل المرض للعيلة كاملة. ما بالك بقى العيلة دي بتختلط بعيلة تانية، أو والدهم بينزل يشتغل أو والدتهم بتشتغل فبيختلط بناس أكتر. تخيل بقى ده هيحصل فيه ايه، او الموضوع ده او الانتشار هيبقى عامل ازاي لو طالب واحد بس اصيب في فصل ونقل العدوى للطلاب كلهم، وبعد كده كل طالب راح عيلته نقل العدوى للعيلة كلها، فالعيلة اختلطت بعيلة تانية او بشغل او بما الى ذلك واتنقل للعيلة التانية او للشغل ده. يعني تخيل كم الحالات اللي هنوصل لها، او كم الخطر اللي هنوصل له بسبب امتحانات الثانوية العامة. احنا عارفين ان الدولة صرفت فلوس كتير على التعقيم، وعارفين ان الدولة بتستثمر وبتحاول انها تجتهد عشان تطلع الولاد من السنة دي على خير والكلام ده كله. بس انا شايف انه حتى لو ايه، يعني حتى لو تم تعقيم بشكل كبير جدا برضه هيكون في خطر، حتى لو بنسبة 10% فما زال في خطر. هاشتاج إقالة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم متصدر. هنعرض عليكم بعض التغريدات وبعض الآراء وبعض الكلام أو بعض الآراء اللي شايفة أو اللي شايفة إن امتحانات الثانوية العامة دي انتحار للطلاب. هنعرضها عليكم، يلا بينا نشوف الحاجات اللي الناس بتقولها. وزي ما شفتوا وزي ما عرضنا عليكم الآراء والحاجات اللي الناس بتشاركها على الهاشتاج بتاع إقالة الدكتور طارق شوقي، في ناس بتتحرك، وفي اجتماع حاليا مع متحدث رئاسة الجمهورية ورئيس الوزراء عشان نشوف ايه اخرة الموضوع ده. وبكرة ان شاء الله سيتم حسم الامر نهائيا، سواء كان اقامة الامتحانات او تأجيلها او اتخاذ اي اجراءات اخرى. لحد ما القرار ده يطلع ان شاء الله هنتابعكم اول باول وهننزل لكم القرارات اول باول. عشان كده لو انت مهتم يا ريت تشترك وتفعل زر الجرس عشان تضمن ان كل جديد يوصلك ان شاء الله. وان شاء الله خير، ما تقلقوش وما توتروش نفسكم، ونشوفكم فيديوهات جايه ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.